تفضل سي عبد الصمد حيكر. مرحبا. ما سمعتكش السي. ديك الكلمه التفصيليه غنصيفطها لك من بعد ان شاء الله، دابا نديرها ملخص. شكرا سيد الرئيس. احترام البرلمان دليل على التشبع بالثقافه الديمقراطيه والعكس بالعكس. ما كتحترموش الدستور سيد رئيس الحكومه، كان خصكم تجيو 4 المرات خلال هذه الدوره، جيتوا يلاه 2 المرات. كان خصكم تجيو تجاوبونا على اسئله تتعلق بالسياسه العامه، كتكلموا معنا في سياسه قطاعيه. كان هذا الموعد الهام يكون فرصه للحديث على قضايا حارقه. بالمناسبه المثال ديال الاطر الصحيه وطلبه كليه الطب اللي بالمناسبه كنلتمسوا انكم تدخلوا في القريب العاجل باش تسدوا هذا المشكل يعني توفروا السكينه للمغاربه. ما تكلمتوش على الالتزامات ديالكم في البرنامج الحكومي، وهذا دليل اخر على انكم ما كتحترموش البرلمان. ما دويتوش عليه لا انتم لا الاخوان، مع كامل الاحترام المتدخلين باسم الاغلبيه. نتكلموا على التركه الثقيله. اييه سي رئيس الحكومه، انتم كنتوا عضو في هاد 2 الحكومات اللي فاتوا، انتم مشرفين على 2 البرامج هامه تصرفت عليهم ما يقارب 200 مليار. برنامج تقليص الفوارق المجاليه، شنو النتيجه ديالو؟ حسب المجلس الاعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي هو استمرار التباينات المجاليه، التفاوتات التنمويه، واشكاليات الولوج الى الخدمات الاساسيه. شنو النتائج ديالها؟ تهديد الاستقرار الاجتماعي والحد من النمو الاقتصادي. ها النتيجه الاولى. البرنامج الثاني هو مخطط المغرب الاخضر اللي كيتكامل مع هذا. شنو النتيجه؟ شكون اللي كان مسؤول عليها؟ شكون اللي مسؤول على هذه التركه؟ جا البرنامج، جا زاد الحوز للاسف باش يعري الحقيقه ديال هذا الاشراف ديالكم على هذه 2 البرامج بجوج. جات التعليمات الملكيه الساميه المتعلقه باعاده البناء والاعمار، دارت المؤسسه ديال الوكاله، تعطات الامكانيات الماليه، تعطات الامكانيات التشريعيه. النتيجه شنو هي؟ هي المعاناه تاع المواطنات والمواطنين في الحوز المتضررين، وجمعوا ما بين المعاناه تاع الشتاء والصيف، وربما راهم كيفكروا حتى هما يزيدوا يحتجوا لانه اشرافكم كرئيس ديال اللجنه البيئيه الوزاريه النتيجه في الواقع لا شيء. السكن سيد رئيس الحكومه، المدن بدون صفيح. بالمناسبه البرنامج انطلق في 2004 ماشي 2014. 61 مدينه تم الاعلان عنها قبل مجيء هذه الحكومه المبجله، معناتها الحصيله ديالكم ضمنيه كتعترفوا في القضاء اعلان مدن بدون صفيح في العهد ديالكم 0. المدن العتيقه كاين فقط، ما كاينش اضافه مدن عتيقه جديده في العهد ديالكم. كاين استمرار تدبير ما تقرر سابقا وتم الشروع فيه سابقا. وهنا كنحيلكم على المآسي. النموذج هو المدينه القديمه الدار البيضاء، تشريد تهجير ممنهج لفائده عدد من الفئات المحظوظه من الملاكين والمقاولين والمضاربين. الدعم ديال السكن السيد رئيس الحكومه، اسمحوا لي نتوجه لكم شخصيا، انتم اخر واحد ممكن تتكلموا على هذا الموضوع، لكم ما مقتنعينش ابدا بالدعم المباشر للمواطنات والمواطنين، ما كتامنوش به. ثقافتكم السياسيه ما كتسمحش به. الجمع ديالكم بين الثروه والسلطه ما كيسمحش لكم به. اجيو نذكروا عليه في الواقع. هذا البرنامج من بعد ما دمرتوا القدره الشرائيه ديال المغاربه، واخا توفر لي مليون دعم، شكون اللي غيجي يقبل عليه؟ دمرتوا القدره الشرائيه، حطمتوا الطبقه المتوسطه، الافلاس المقاولات، الملايين المغاربه كيلتحقوا كيتجاوزوا عتبه الفقر. كيفاش غادي يكون هذا الاقبال؟ المضاربات العقاريه، الوتيرات حتى العرض السكني في تراجع، لان الوتيره ديال الانعاش العقاري في العهد الحكومه ديالكم في تراجع، واحد اسبابها الغلاء ديال مواد البناء، واللي بالمناسبه هي مرتبطه بالاشكال في الفشل ديالكم بالتدبير ديال ازمه التضخم، وايضا التحكم ديالكم والتواطؤ ديالكم كفاعل اقتصادي في السوق المحروقات اللي كان سبب رئيسي في الغلاء ديال واحد العدد ديال المواد وديال الاسعار. حاجه اخرى سيدي الرئيس، هذا من بين المشاكل تاع هذا البرنامج ديال دعم السكن هو حرمان الساكنه ديال المناطق القرويه والجبليه منه، لانه ما كاينش عرض سكني داخل المناطق القرويه والجبليه، وثانيا لان الساكنه ديال هذه المناطق محتاجه الى دعم البناء ديال السكن وليس اقتناء السكن، ومحتاجه الى تدابير مسطريه وضوابط التعمير ملينه ومخففه. لذلك بهذا البرنامج ايضا غادي نتوقعوا في تكريس التباينات المجاليه. سيد الرئيس،
الموضوع ديال التعمير. اسمح لي نبدا معكم بواحد القضيه. التعمير اذا وقف كيتراجع الاستثمار، والتعمير مرتبط اساسا بالرخص. سيد الرئيس دير واحد الجوله شويه في الجماعات اللي كترأسوا، راه العنوان الابرز اللي ولا هو الابتزاز والفساد، لدرجه انه المنعشين العقاريين كيتشكاو، المهندسين المعماريين كيتشكاو. ولا بغيتي نعطيك بعض الامثله نعطيك نموذج الدار البيضاء وكبريات المدن. كاين فساد حقيقي غير مسبوق، اتقوا الله في هذه البلاد. الحاجه الثانيه، المنصه الرقميه سيد الرئيس، رخص مكنات المغرب في واحد الوقت باش تربح 12 نقطه في الترتيب ديال دوين بيزنس. اليوم كاين تراجع. في الوقت اللي كنا من قبل في العهد ديال الحكومات السابقه كنتكلموا على امكانيه التوقيع على الرخص سيونس تونونت قبل 12 الليل، اليوم المعدل ماشي هو 15 يوم، المعدل هو واذا ما مشاوش الناس عند بعض المسؤولين والازواج ديالهم ما كتحلش المشاكل ديالهم. شكرا سي عبد الصمد. كلمه الشغيله والطبقات الضعيفه لا بد الواحد يهتم بهم في هذا الوقت. هذه لا بد تهتموا سيد الرئيس بالبسطاء، لان ما خصناش المسافه تزيد تعمق بين الطبقه الغنيه وبين الطبقه الفقيره. وانا غنعطيك واحد المثال بسيط. ناخذوا المواطن في العالم القروي، هذه 25 عام، انتم من العالم القروي سيد الرئيس، هذه غير 25 عام ولا 30 عام كيمشي عند البقال ولا عند الحانوت، اش كياخذ لقيد ماشي حال العافيه، كياخذ شويه السكر وشويه د اتاي، وإلا اقتضى الحال شويه د العطريه. داكشي الاخر كله كينتجو هو، لان كانت المياه موجوده، كان كل شيء موجود. الحليب عنده، الزبده عنده، الدقيق عنده، البصله ديالو عنده، المطيشه ديالو عنده. الان ما نكروش اللي دار في الباديه، كاين الطريق، كاين الضوء، كاين الماء، ولكن الجيب ديالو خاوي. الماء والضوء داكشي زاد له غير في الفاكتوره، واخا هو فرحان به، ولكن فاش كتجي تقلب كتصيبو ما عندوش. ولذلك هذا الدعم المباشر ماذا بكم تزيدوا توسعوا للمستهدفين منه، وتوقفوا مع هاد الناس هادو باش الاستقرار ديال المغرب والتلاحم ديال الامه المغربيه تكون في المستوى اللي كنطمحوا ليه كلنا. وشكرا لكم. شكرا سيد المستشار المحترم، شكرا جزيلا. شكرا السيد الرئيس الحكومه المحترم، السادة الوزراء المحترمين، الساده والسيدات المستشارين المحترمين. يعتبر الحوار الاجتماعي اطار مؤسساتي للنقاش والتعاقد حول كل القضايا المهيكله للدوله الاجتماعيه، وعنصرا اساسيا من عناصر البناء الديمقراطي الحقيقي، واليه رئيسيه من اليات اعاده توزيع العدل الثروه والتماسك والتضامن المجتمعي، والحد من توسيع العجز الاجتماعي واللامساواه بين الافراد والفئات الاجتماعيه والمجالات الترابيه. لذلك ظلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حريصة على مطلب بناء نموذج وجيل جديد للحوار الاجتماعي التعاقدي، بناء على قراءة عناصر القوة والضعف المتصلة بالتجربة الوطنية منذ 1996 في أفق ضمان استدامته ودوريته المنظمة ومخاطر إفراغه من بعده التعاقدي، حيث أن نجاحه يقاس بمدى تنفيذ التزاماته وأثره الاجتماعي الملموس. سيد رئيس الحكومة، لقد كان من بين أهم مخرجات الحوار الاجتماعي أو جولة الحوار الاجتماعي ميثاق مؤسسة الحوار الاجتماعي، والذي ينص على تنزيل الحوار بين أطراف الإنتاج على مستوى القطاعي والترابي، ووضع هياكل لحل النزاعات الاجتماعية وتشجيع المفاوضات وإبرام اتفاقيات جماعية. لكن للأسف السيد رئيس الحكومة لم يتم لحد الساعة تفعيل مضامين هذا الميثاق الذي يجب أن يتحول إلى قانون ملزم لكل الأطراف كما تنص على ذلك مقتضياته. كما أن النزاعات الاجتماعية المزمنة في مجموعة من الوحدات الإنتاجية لم تجد طريقة إلى الحل، وحصيلة الاتفاقات الجماعية ما زالت هزيلة، بالإضافة إلى التضييق على الحريات النقابية وعدم الالتزام بقانون الشغل والحد الأدنى للأجر والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني الاجتماعي وغيرها من الخروقات والتجاوزات التي تحدث في القطاع الخاص في ظل غياب أي ردع أو فرض تطبيق للقانون. لقد استطعنا هذه السنة
انتزاع بعض المكتسبات الاجتماعية من خلال الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل لمواجهة تدهور القدرة الشرائية ومواجهة الغلاء والمستويات الاستثنائية للتضخم. لكن للأسف استمرار ارتفاع الأسعار سيعمل على امتصاصها، كما لا تزال هناك قضايا استراتيجية خلافية تعتبر امتحانا للحوار الاجتماعي بالمغرب تستوجب التفاوض بمقاربة توافقية. سيد رئيس الحكومة، على المستوى القطاعي لم يتم الالتزام بتنفيذ مجموعة من الاتفاقات الموقعة من الحكومة مع الحكومة، وعلى رأسها اتفاق قطاع الصحة، حيث يعيش احتقان منذ أشهر في غياب تفاعل جدي من طرف الحكومة وإنصاف شغيلته التي كانت في مقدمة القطاعات التي واجهت الأزمة الصحية. كما أن من التزامات الحوار الاجتماعي المركزي ضرورة الإسراع بإخراج الأنظمة الأساسية لموظفي التعليم العالي وموظفي العدل، والأنظمة الأساسية للمتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، المساعدين التقنيين، الإداريين، وما يقتضيه من مراجعة شامل للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، واستمرار الحوار المسؤول وجدي في قطاع الجماعات الترابية والأشغال العمومية وتسوية وضعية المربيات ومربي التعليم الأولي عبر إدماجهم كأساتذة التعليم العمومي. وفي الأخير نؤكد أن ضرورة بناء دعم عقد اجتماعي جديد يضمن للجميع قواعد الإنصاف والمساواة والعدالة الاجتماعية، وأن إرساء مرهون بمؤسسات اجتماعية واقتصادية وسياسية في إطار ديمقراطية حقيقية سينازي. شكرا التحرر وتضمن شروط المواطنة. شكرا سينازي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الحكومة، ما يمكنش نختلفوا في أهمية الحوار الاجتماعي، والعرض ديالك فيه مجموعة من المعطيات صراحة حنا كاتحاد وطني شغل المغرب سبق ثمناها، ولكن كنقولوا غير كافية. غير كافية لأن كاين ارتفاع الأسعار ديال المحروقات، ارتفاع في الأسعار المواد الغذائية، كذلك نسبة ديال التضخم. المسألة الثانية هو أن هذا الحوار الاجتماعي خص يجاوبنا على عدد من الأسئلة السيد رئيس الحكومة. اليوم كاين إضراب هيئة كتاب الضبط، قطاع الصحة، المراكز الجهوية للاستثمار الفلاحي، قطاع الفلاحة، التقنيين، بمعنى كاين خص الأجوبة على بعض القطاع. علاش انتم درتوا مجهود كبير ولكن باقي كاينه إشكاليات؟ الطلبة ديال الطب المشكل ديالهم حتى هو ما ذكرتوش لينا، وكنعتبرهم صميم الحوار الاجتماعي، لأن هذوك كيهموا ولاد المغاربة وخص يتفك المشكل ديالهم. بالنسبة للقطاع ديال الصحة السيد اللي هو قطاع حيوي، راهم قربوا للتعليم، راه وصلوا ل 27 يوم ديال الإضراب. وبالمناسبة سؤال مباشر للسيد رئيس الحكومة، الاتفاق اللي شرفتي عليه في ديسمبر 2023 واش هذا الاتفاق سرير المفعول ولا لا؟ حيث انت شرفتي على الاتفاق بحضور السيد وزير الصحة والسادة وزراء المالية والوظيفة العمومية، والناس كيتسناو التحكيم ديالك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية السيد رئيس الحكومة، الحوار الاجتماعي استفدوا منه صحيح الإخوان ديال القطاع العام، ولكن القطاع الخاص ما استفدوش مزيان باستثناء السميك. نعرفوا على أن التمثيلية النقابية راه النقابات اللي كتحضر معكم الاكثر تمثيليه السيد رئيس الحكومه اللي تيعطيها التمثيليه هو القطاع الخاص. 38000 ديليغي، 38000 من اصل 48000، 10000 كتبقى الباقي الوظيفه العموميه والجماعات الترابيه والمؤسسات العموميه. ولكن القطاع الخاص ما استفدش باستثناء السميك كنقول وبعض الامور اللي عندها علاقه بالسينيسيس وما الى التعويضات العائليه. ولكن خصكم تقويوا المقاولات، تشجعوا المقاولات حتى هما يشجعوا يعني العاملين فيها بغض النظر على السميك. كذلك المقاولات، كاين بعض المقاولات هي مواطنه، وكاين مقاولات اللي كتشرد العمال ديالها. النموذج ما يحصل في طنجه ما ندخلش في التفاصيل، ولكن السيد وزير الشغل عنده الملف، يطردوا العمال في فاتح ماي ويطردوا العمال ويتكرسوا عليهم مرارا وتكرارا. هذا الامر هذا كذلك غير مقبول بتاتا. النقطه الثالثه السيد رئيس الحكومه دائما كنجبدها لك، اش عندك مع الاتحاد الوطني للشغل المغربي؟ حنا كنطلعوا 10% في مجلس المستشارين، 2 من 20، ما عندناش 6%. قلتي لينا راه عندنا 6% في قطاع الفلاحه وما بغاش يجلس معنا السيد وزير الفلاحه. اذا الى عندنا 6% مشكل، ولا ما عندنا 6% راه مشكل. هذه النقطه نتمنى نكون اخر مره كنهضروا فيها السيد رئيس الحكومه. كذلك راه هضرت مرارا على المؤسسات الدستوريه، ولعل منها هي المجلس الاعلى للتربيه والتعليم اللي عطيته مقعد لواحد النقابه عندها 1% فاصله، وحنا ما عطيتولهاش مقعد اقصاء، ما نقدرش نقول ممنهج، ولكن خص تراجعوا هذا الامر هذا. ثم النقطه الاخرى، ما ذكرتيش قانون النقابات في العرض ديالكم، وحنا تقدمنا بواحد المبادره تشريعيه ديال قانون النقابات المهنيه وكذلك ديال المشغلين، نتمنوا على انه يلقى التجاوب. وشكرا السيد رئيس الحكومه. شكرا السيد المستشار.